الكام يوم اللي فاتوا دول ابل نزلت التحديث الجديد الاي او اس ال 18.1. في كام ميزه جديده المفروض ان هم نازلين في السوفت وير الجديد ده، وهيخصوا الابل الانتليجنت او الذكاء الاصطناعي الخاص بابل. بس تعالى اكلمك عن اهم حاجه بالنسبه لي انا شخصيا عجباني جدا. يلا ندخل الفيديو عشان ما اطولش عليك. تعالى. ابل نزلت السوفت وير الجديد وابتدت تنقط العالم بالامكانيات اللي هي عايزه تنزلها في السوفت وير الجديد. نزلت بعض الامكانيات في السوفت وير ده وهتنزل في الابديتات الجديد. بعض الحاجات نزلت في الابل انتليجنت او الذكاء الاصطناعي الخاص بابل. وفي عجاله يا صديقي عشان تبقى عارف الموبايلات اللي مدعومه بالذكاء الاصطناعي من ابل، معاك الايفون 15 برو، 15 برو ماكس، وجميع فئات الايفون 16. انما ال 15 العادي وال 15 بلس دول للاسف مش مدعومين. طيب، بعض الميزات اللي نزلت شويه ميزات حلوه وكويسه جدا. انا هكلمك عن ميزه واحده، انا واحد من الناس كنت منتظرها بقالي سنين، ولما ابل عملتها بشكل جديد من نوعه، الا وهي تسجيل المكالمات. تسجيل المكالمات دلوقتي بقى موجود في الموبايلات الابل، ان انت لما يكون معاك الموبايل تقدر ان انت تسجل المكالمه. كانت التسريبات اللي اتكلمنا عليها قبل كده قلنا ان المكالمه لما ابل هتسجلها لك كتابيا، انما دلوقتي المكالمه فعلا طلعت بتتسجل صوت نقي جدا ليك وللطرف الاخر. طبعا الناس اللي معاهم الاندرويد او عشاق سامسونج، اركن يا عم تربو، ده الموضوع ده عندنا من زمان قوي. اهدى، لان ابل دايما حتى لما بتيجي تقلد لازم تعلي سيكه شويه. يعني مبدئيا ابل معروفه بالسيفتي والخصوصيه، فما ينفعش انها تبقى معموله للسيفتي والخصوصيه وتيجي تغفلك في تسجيل مكالمه انت مش واخد بالك عنه. ابل اول ما انت بتيجي تعمل المكالمه، مجرد ما بتدوس على خيار تسجيل المكالمات، بتبتدي تقول لك ان بيتم تسجيل المكالمه دي. بيقول لك في ودنك انت في تليفونك، وبيقول للطرف الاخر في تليفونه. فبالتالي اللي انت بتكلمه مش هتعرف تغفله بمعنى اصح، لا انت هتعرف ان انت المكالمه بتاعتك متسجله. هل ده كده وبس؟ لا، هو في حاجه تاني جميله جدا، ان عندك دلوقتي اللايف فويس ميل. طيب، دي ميزة حلوة جدا بالنسبة لي وبالنسبة لناس كتير كانت مستنياها في الموبايلات اللي تخص ابل. في حاجة المفروض ان انت عشان تشغل الخاصية دي انت مش هتعرف تشغلها الا بالخطوات اللي هقول لك عليها دي. مبدئيا انت بتخش على الاعدادات، وبتفتح جنرال او عام، وبتنزل تحت لغاية لما تلاقي اللانجوج والريجن او اللغة والمنطقة. بتفتح الخيار ده، وبعد كده بتخش على المنطقه، بتشيل اللي هي الريجن، بدل ما بتخليها مصر بتخليها يونايتد ستيتس، بتخليها امريكا. بالتالي لما هتيجي تشغل المكالمات هتلاقي علامه تسجيل المكالمات فوق على الشمال زي ما انت شايفها في الصوره قدامك بالظبط. مجرد ما بتدوس عليها بيعد من 1 ل 3، وبعد كده بيقول الرساله ان بيتم تسجيل المكالمه صوتيا. بعد ما بتسجل المكالمه وبتخلص المكالمه بتتحول على طول لنوت. في حاجه جديده برضو في الموضوع ده بالنسبه لي انا ميزه، بالنسبه لناس تانية كانت عيب. ايه هي؟ ان انت لما بتشغل الخاصيه دي الفويس ميل بتاع ابل بيشتغل معاك اجباري. يعني لو حد اتصل بيا مثلا وانا نايم ما ردتش عليه، بيروح متحول تلقائي على الفويس ميل ويقول لك ان انت تسيب رساله، فبيسيب لك رساله بتلاقيها تحت زي ما واضح في الصوره على الفويس ميل. طيب، نفترض ان انت قاعد في ميتنج فكنسلت، فوهو بيسيب الرساله بيظهر لك العلامه بتاعت التسجيل فوق في النوتش زي ما انت شايف في الصوره بالظبط كده، بيعرفك ان هو بيسجل لك رساله. لو انت دوست على الرساله دي بتقدر ان انت ترد عليه وتقطع التسجيل. ايوه انا معاك، خير، انا عايز كذا كذا كذا. طيب، لو انت قاعد في اجتماع مهم مش قادر ترد، وفي نفس الوقت عايز تعرف الرسالة اللي بتتسجل دلوقتي دي، بتقدر ان انت تدوس عليها، وبتدوس على اللايف فويس ميل، بتلاقي كل كلمة الطرف التاني بيقولها لك في الرسالة لايف مباشر بتتكتب قدامك على الشاشة. فبالتالي لو في مشكلة او في حاجة ضرورية بتجري ترد. دي حتى الان مدعومه باللغه الانجليزيه. انا عن نفسي دورت وحاولت اجربها بالعربي، ما ظبطتش بالعربي. حتى الان شغاله باللغه الانجليزيه. فهل في التحديثات الجديده هتتحول باللغه العربيه؟ فدي هتبقى حاجه جميله جدا. انت متخيل ان انت تبقى قاعد في اجتماع وتبص تلاقي مش عارف ارد على التليفون، وفي نفس الوقت مثلا البيت بيتصل بيك وبيلح في الاتصال، البيت هو بيسيب لك الرساله بتقراها،
الحق ده في 1 2 3 حاجه ضروريه، ساعتها هتضطر ان انت تقطع الميتنج وتقطع اي حاجه انت واقف عليها. دي اهم ميزه حتى الان بالنسبه لي، خلت موبايلات الايفون من اول ال 15 برو لجميع فئات ال 16 في حته تانية خالص. بجد انا واحد من الناس كنت محتاج حاجه زي كده، في ناس كتير كانت محتاجه حاجه زي كده، وفي ناس كتير اتضايقت. لو انت متضايق من حته تسجيل المكالمات او متضايق من الفويس ميل، لازم تخش وتلغي الطريقه دي زي ما انا علمتك كده، تخش وتخليها يونايتد ستيتس، هترجع تاني تخليها مصر، هتلاقيها اتلغت. ان شاء الله اول ما تظهر اي حاجه تاني عجباني واحس انها بالنسبه لكم طفره كبيره، هعمل لكم عنها فيديو على طول. تابعني يا صديقي لو انت اول مره تشوفني. احنا بنعمل فيديوهات مقارنات بين الموبايلات الايفون والموبايلات الفلاج شيب حول العالم، وبنحاول وبنسعى جيدا ان احنا نجيب لك اماكن موثوق منها تقدر تقوم بيها بخدماتك التكنولوجيه، سواء كانت موبايلات او كمبيوتر بي سي او لابتوب او ما شابه ذلك. تابعني على الفيسبوك بيج احمد_تربو، نجيب عليها عروض هتعجبك ان شاء الله. حابب تشوف فيديوهات منسقه تحت بعضيها، هتلاقيها على اليوتيوب تشانل احمد تربو. اتمنى ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. الحمد لله قربنا على 10000 مشترك. مستني رسائلك على الانستجرام، واعذرني لو بطول في الرد عليك، ضغط رسائل مش اكتر والله. كان معاك احمد تربو، سلام عليكم.